في خطوة مثيرة للجدل، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية منع المنتخب الإيراني من المشاركة في كأس العالم 2026 رغم تأهله رسمياً إلى البطولة. وأصبحت إيران ثاني المنتخبات المتأهلة إلى المونديال عن قارة آسيا بعد اليابان، عقب تعادلها 2-2 أمام أوزبكستان يوم الثلاثاء الماضي في مباراة سجل خلالها مهدي طارمي مهاجم إنتر ميلان هدفين حاسمين ضمناً للفريق الإيراني بطاقة العبور للمرة الرابعة على التوالي والسابعة في تاريخه. ورغم ذلك أثارت صحيفة الصين البريطانية تساؤلات حول إمكانية استبعاد إيران من البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشيرة إلى أن مقترح الحظر الذي قدمه ترامب قد يمنع إيران من دخول الأراضي الأمريكية. وكانت إدارة ترامب قد أدرجت إيران ضمن قائمة تضم 34 دولة يحظر على مواطنيها دخول الولايات المتحدة، في قرار آثار انتقادات واسعة خلال ولايته الأولى. ورغم أن الإدارة الأمريكية الحالية لم تؤكد بعد فرض هذا الحظر، فإن المخاوف تتزايد بشأن تسييس الرياضة واستغلالها كأداة للضغط السياسي. ويعد هذا التهديد انتهاكاً لمبادئ الرياضة التي تدعو إلى الفصل التام بين السياسة والمنافسات الرياضية، وهو ما يثير تساؤلات حول موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من هذه التهديدات. ويحذر محللون من أن استبعاد إيران تحت ذرائع سياسية قد يقوض نزاهة كأس العالم ويفتح الباب أمام تسييس البطولة بشكل غير مسبوق، مما يتعارض مع قيمها الأساسية بوصفها حدثاً يوحد الشعوب تحت مظلة المنافسة الشريفة.